تاريخ النادي الأهلي كبير ونقدر نقعد سنين وسنين نقعد نتكلم فيه وعن الشخصيات اللي موجودة في تاريخ النادي الأهلي. بس هو الفكرة هنا هو ليه دايما النادي الأهلي في محل اتهام؟ ليه دايما محطوطين تحت قائمة الاتهامات والتدليس في تاريخ النادي الأهلي؟ ودايما الاتهامات دي بتطول أساطير النادي الأهلي والشخصيات المؤثرة دايما في النادي الأهلي زي مختار التتش، عمر لطفي وغيرهم كتير. هحاول ان انا في الفيديوهات دي ان انا اتكلم عن شخصية او حتى اتكلم عن احداث كانت بتحصل فيها تدليس او فيها كلام عن النادي الاهلي بالباطل او بغير الحق. نحاول ان احنا نصلح شوية مفاهيم كده كانت موجودة او بتتقال على النادي الاهلي في مدار تاريخه. في شهر فبراير سنة 1919 وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي، عبد الخالق ثروت باشا ألقى خطاب على الموجودين عن تاريخ النادي. قال فيه كده: فإن تفضلتم وسمحتم بذلك فإن أول ما ينطق به لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي بيك، ذلك لأنه هو الواضع لهذا النادي وصاحب فكرة تأسيسه. كان المرحوم عمر لطفي بيك وكيلا لمدرسة الحقوق، وكنت في ذلك العهد موظفا بوزارة الحقانية، فكنت معه بحكم وظيفتنا في علاقة مستمرة. وكان رحمة الله عليه ما تعلمون كثير الاشتغال بأمور الشبيبة، عظيم الاهتمام بأحوالهم وبكل ما يعود عليهم بالفائدة. ده كلام عبد الخالق ثروت باشا عن عمر لطفي بيك صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي ونادي طلبة المدارس العليا. مع إن أنا شايف إن الاتهام ده غريب بصراحة ومن أكتر الاتهامات اللي بتعصبني في تاريخ الاتهامات عن النادي الأهلي، بس الرد عليه بصراحة بيبقى حلو علشان تعرف على الأقل مين مؤسس النادي الأهلي ومين المؤسس أو صاحب فكرة النادي الأهلي. مين هو عمر لطفي بيه؟ عمر لطفي صاحب أصول مغربية ده حقيقي، لكن أسرته انتقلت لمصر في عهد محمد علي باشا واستقرت في مصر. اتولد في اسكندرية سنة 1867 وتعلم في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية اللي أنشأها عبد الله نديم. كانت مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية وفكر عبد الله نديم مختلف تماما عن كل مدارس في الفترة دي، لأنه كان بيغرس روح الوطنية وأدخل في المناهج النزعة الوطنية. وبعدها بفترة انتقل للقاهرة في حي بولاب بالتحديد، ودخل وقتها مدرسة الإدارة والقضاء ومدرسة الحقوق الخديوية، واشتغل في مكتب محاماة سعد زغلول. وبعدها تم تعيينه مدرس بمدرسة الحقوق الخديوية وترقى وبقى وكيل للمدرسة، وبعدها ناظر للمدرسة في 1902. من أهم مؤلفات عمر لطفي إنشاء شركات التعاون في مصر، وهو لقب بأبو التعاونيات في مصر، واهتمامه بالتعاونيات لأنه كان عارف مدى أهمية دور الجمعيات التعاونية في مصر. ومن أهم مؤلفاته برضه الدعوة الجنائية في الشريعة الإسلامية، الوجيز في شرح القانون الجنائي، الامتيازات الأجنبية، حرمة المساكن، حق المرأة، حق الدفاع. صاحب إنشاء بنك التسليف وطلب من طلع الحرب تأسيسه وإنشاء النقابات الزراعية. في 1903 أنعم عليه بالنشان المجيد الثالث، وفي 1905 رتبة التميز الرفيع اللي هي رتبة البكالوريا. والأهم من ده كله إن في 1930 تم اختيار عمر لطفي من أعظم 10 رجال في مصر في آخر 50 سنة ضمن أسماء كبيرة في الفترة دي لمجهوداته للوطن. نيجي بقى لأهم لحظة، وهي لحظة إنشاء نادي طلبة المدارس العليا. في 1905 قرر مجموعة من زعماء الثورة إنشاء نادي كان الهدف منه أصلا تجميع أكبر عدد من الطلاب في مكان واحد تحت راية واحدة ضد الاحتلال. وقع الاختيار على عمر لطفي إن هو يبقى رئيس النادي اللي صدر وقتها عدد كبير من النخبة السياسية الوطنية في مصر. نفس النادي اللي حاربه الإنجليز لفترة طويلة. وفي الفيديو الجاي إن شاء الله هبقى أتكلم عن فكرة تأسيس نادي طلبة المدارس العليا وتأسيس النادي الأهلي ومدى تأثير النادي الأهلي على الكرة في مصر. بعد الكلمات اللي عبد الخالق ثروت قالها اللي أنا اتكلمت عليها في أول الفيديو دي، قال فكري أباظة واللي كان كاتب وصحفي كبير ومعارض شديد للاحتلال وفساده في الفترة دي، قال كده نصا: بصفتي الشخصية أشكر معالي الوزير على تصريحاته العظيمة ونصائحه الثمينة، وأشكره على إحياء ذكرى المربي العام المرحوم عمر لطفي بيه الذي فكر في إنشاء هذا النادي ونادي المدارس العليا. نشكره من كل قلوبنا وندعو الله أن يوفق كبرائنا وعظمائنا إلى المشروعات النافعة. عمر لطفي رفيق مصطفى كامل في النضال، واللي اتكلم عنه كتاب مصطفى كامل بعث الحركة الوطنية ذكر كده فيه نصا: كان هذا النادي من أعظم مظاهر الحركة الوطنية في ذلك العصر. وفي نفس الكتاب ذكر المرحوم عمر لطفي بيه. في 1911 توفى عمر لطفي، وكان نعي جريدة الأهرام أكبر دليل على دوره الوطني العظيم. رجال في بلادنا قليل، وعمر لطفي كان هذا القليل، اشتغل لينفع ويجيب على كل دعوة ليفيد. ده عمر لطفي بيه اللي احنا كلنا كأهلاوية بنفتخر بيه وبنفتخر بأعماله ودوره الوطني. وكانت بصراحة من اللحظات الجميلة في حياتي اللي أنا شفت الصورة اللي اتعملت ساعة الإعلان عن الاستاد، وصورته وهو بيحط حجر الأساس
مع كابتن بيبو.